السلام عليكم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم هو الدرس الخامس من الآداب الإسلامية، المزاح. والمزاح الجميل والمحبب هو بين الأخوة والأصدقاء، هو الذي لا يكون فيه أذى ولا ضرر ولا شتيمة ولا غيبة ولا إساءة فيه لأحد، ولا استخفاف بأحد منهم، ولا بسخرية من شكل أحد أو من ملابسه أو صوته. فالمزاح المحبب هو المزاح الذي يلطف الأجواء ويدخل الفرح والسرور إلى قلوب من نحدثهم. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذه الشروط هي شروط المزاح المحبب. خلاف هذا المزاح، فإذا فقد المزاح شرطا من هذه الشروط صار المزاح مكروها وقبيحا يحاسب الله عليه، وقد يكون سببا في العداوة والبغضاء بين الناس وجرح مشاعرهم. وهنا قصة دارت بين ثامر وعمار، هم أخوين. وهذه القصة عن فلاح في البستان كان مرمي ثيابه لترتيب أو لعمل معين. وهنا المناقشة تقول: كيف يكون المزاح محببا؟ هو الذي لا يكون فيه أذى ولا ضرر. هل يجوز السخرية من الآخرين بحجة المزاح؟ كلا، لا يجوز، لأنه سيصبح مزاحا سيئا. ما شروط المزاح؟ شروط المزاح هنا هذه الشروط قلنا هي شروط المزاح المحبب، وخلاف هذا يكون قد يصبح المزاح هو مزاح مكروها وقبيحا يحاسب الله عليه. نأتي إلى السؤال الرابع: فكر ثامر في المزاح مع الفلاح، هل كانت فكرته صحيحة؟ كلا. لماذا؟ لأنه مزاح سيء. خامسا: هل استجاب ثامر لفكرة أخيه عمار بوضع الطعام والشراب قرب ثياب الفلاح؟ نعم، استجاب ثامر لفكرة أخيه عمار. سادسا: أي الفكرتين أفضل ولماذا؟ أكيد فكرة عمار، لأنه مزاح يدخل الفرح والسرور إلى قلب الفلاح. هنا أكمل العبارات بما يناسبها: المزاح الجميل والمحبب بين الأخوة والأصدقاء هو الذي لا يكون فيه أذى ولا ضرر، فيه ولا شتيمة ولا غيبة ولا إساءة لأحد، ولا استخفاف بأحد منهم، ولا بسخرية من شكل أحد أو من ملابسه أو صوته. باء: من صفات المؤمن أن يدخل الفرح والسرور إلى قلوب الآخرين بالكلمة الطيبة والابتسامة وقضاء حوائج، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: